مين بيشكل وعي؟ انت بتفكر ولا بيتفكر لك؟ عمرك وقفت مع نفسك وسألت انا فعلا بفكر ولا كل اللي بفكر فيه جاي من غيري او من دماغ حد تاني؟ طب لو اللي جوه دماغي مش مني، اكون انا ولا نسخة حد تاني؟ استنى شوية وخليني اقولك ازاي بيتفكر لك وانت فاكر نفسك حر. انا شريف دياب وبرحب بيكم في حلقة جديدة، البرنامج اللي مش بيقولك تصدقني لكن بيقولك فكر قبل ما تصدق. النهاردة مش هكلمك عن حدث حصل، هكلمك عنك انت، عن دماغك، عن وعيك، وعن سؤال خطير لازم تسأله لنفسك كل يوم: انت بتفكر ولا بيتفكر لك؟ احنا عايشين في زمن المعلومة فيه بقت أسرع من الضوء، بس مش كل معلومة حقيقة، مش كل صوت عالي صادق. انت بتفتح موبايلك تلاقي فيديو بيقولك ان البلد بتنهار، وفيديو تاني مثلا بيقولك ان الجيش فاسد، وتالت بيقولك ان مفيش امل، فتصدق. ليه؟ عشان هو بيقول اللي نفسك تسمعه، ولا علشان صوت الغضب اسهل من صوت العقل؟ اللي بيشككك في كل شيء مش دايما حريص عليه، وفي فرق كبير بين اللي بينتقد عشان يبني واللي بيهد كل حاجة من غير ما يقدم بديل. في ناس بتلبس قناع الوعي لكنهم بيشتغلوا على غسيل عقول مش تنوير عقول. بص يا صديقي، اللي يضحكك على مشروع بيتبني هو نفسه اللي هيعايرك بالبطالة بعد كده، واللي بيشكك في جيشك هو نفسه اللي هيعيط لك لو لا قدر الله حصلت أي مشكلة. مفيش نظام كامل بس في دولة بتحاول، وفي جيش بيشتغل في صمت، وفي إعلام وطني محتاج يشتغل على نفسه. بس ده ما يمنعش إنك تكون أنت المسؤول الأول عن وعيك. فكر في اللي بتشوفه، فلتر اللي بتسمعه، وشغل دماغك قبل ما تشير أو تحكم. البلد دي لو ما فيهاش إنجازات ما كانش حد يهتم يهدمها إعلاميا، ولو الجيش مش قوة ما كانش كل شوية يطلع له حملة تشكيك جديدة. أنا مش بقولك ما تنتقدش، انتقد واتكلم وشارك رأيك، بس اعرف الأول انت بتفكر ولا حد بيحركك. قولي ايه مصدر وعيك؟ مين بيفكر لك؟ وانت مستعد تفكر بنفسك ولا مستني كل ترند ياخدك من غير ما تسأل رايح فيه؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات وشير الحلقة دي لو شايف انها تستحق. وما تنساش، في زمن الكذب العالي اللي بيفكر بصوت هادي بيبقى هو لسان الحقيقة. اشوفكم على خير في حلقة جديدة.